صباح الخير، كيفكم؟ طلعنا اليوم أنا وماما مشوار بهالجو الحلو على مكان كتير مميز في منطقة دابوق. المكان كتير رايق وبعيد عن ضجيج السيارات. خليني أحكي لكم شوي عن روابي فرح. روابي فرح هي مبادرة أردنية بتطمح للأمن الغذائي عبر بنك للبذور غير المعدلة وراثياً، أسسها الأستاذ ليث دويكات، وهو إنه بيستورد البذور من دول عربية بشرط إنها تكون أصيلة غير مهجنة أو معدلة وراثياً، وبوزعها على المزارعين. عندهم أعداد خارجية وبيقدموا وجبة الفطور. المكان كتير بسيط ودافي للي بيحبوا هاي الأجواء. وصلنا على المتجر اللي جايين خصوصي عشانه. طبعاً كل منتجاتهم عضوية. شو يعني منتج عضوي؟ هو المنتج اللي تم زراعته بدون استخدام مبيدات حشرية أو أسمدة كيميائية أو هرمونات أو أي إضافات صناعية أو تعديلات جينية عليها. أما المنتجات العضوية الحيوانية فهي المنتجات من البيض والألبان اللي بيكون مصدرها حيوانات بتتغذى على علف طبيعي بدون إضافات صناعية أو أدوية أو هرمونات. عندهم كمان أعشاب وبهارات وحبوب للزراعة. وكمان شغلة لفتت نظري اللي هي عطور كريمية ما بتسبب حساسية للجسم. أخذنا من عندهم طحين شعير وطحين حبة كاملة. عجبني الكيس إنه محكم الإغلاق. عندهم هون منتجات ما شاء الله تبارك الله بتفتح النفس: بيض بلدي، جبنة نابلسية، زيت زيتون، لبن مدحبرة، سمنة، مكدوس، زيتون بأنواعه، مخللات. أخدنا كمان عسل الحبة السوداء، بنصحكم فيه بصراحة. كمان أخدنا العكبر أو البروبوليس، مفيد جدا، بنصحكم تقرأوا عن فوائده. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم بطلعتنا. ادعمونا باللايك. يعطيكم ألف عافية.